البروتوكول الثالث: فرض التكلفة الباهظة. النفوذ الحقيقي بيتقاس بمدى التكلفة الباهظة اللي لازم اللي حواليك يدفعوها علشان بس يحافظوا على مكانهم في محيطك، والهدف تجريد اللي حواليك من حرية التعبير العادي بدون عواقب. يعني لازم تخلي التواجد في دائرة النخبة بتاعتك يتطلب تضحية سلوكية أو عاطفية عن طريق آلية تحديد المنطقة المعرفية المحظورة. يعني أنت تفرض تكلفة فورية على أي شخص يتجاوز مساحتك، أو أي حد يحاول يقلل منك أو من قراراتك أو خططك بأسلوب سطحي. ما تدخلش معاه في نقاش، لكن لازم تدي عقوبة فورية. رد بهدوء بارد، هدوء مميت. أنا مش هتناقش مع حد جهله صور له إن عنده المعلومات الكافية عن كذا علشان يحكم عليه، سواء كذا ده كان شخصك أو كلامك أو غيره. ولو في إمكانية إنك تغادر المكان اعمل كده فورا، ولو مكالمة تليفونية برضو نفس الشيء، انهيها فورا. ده مع الوقت والتكرار هيعمل حاجز نفسي بينك وبين الناس، وتمن عبوره هو الالتزام بالاحترام والتحليل بحيث يتشاف ايه اللي ينفع معاك وايه اللي ما ينفعش. بس خليك عارف، انت كده مش بتطرد الناس من حواليك، انت بتخليهم يستوعبوا انهم مش معاهم العملة الصعبة المطلوبة علشان يتواجدوا جنبك. اللي مش هيطبق الكلام ده هيعيش في تجارب بيطبق عليه نفس الكلام ده، وهيفضل جندي مطيع مش فاهم اللعبة. ما تضيعش وقت اكتر من كده وابتدي نفذ، عشان انا مش هضيع وقتي وعيد عليك الكلام ده تاني. سلام.